السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. وأنا طالبة في الجامعة كان حصل معايا موقف إن أنا المفروض كنت رايحة أجاب المساعد بتاع العميد بتاع الكلية، كان عندي مشكلة وكده وكنت رايحة أشرح له يعني المشكلة اللي عندي. فأنا طبعا مسافرة من البلد اللي أنا فيها لمدينة شبين الكوم. فطبعا كان زوري تعبني شوية، عندي احتقان يعني وكده، وأنتوا عارفين طبعا بيبقى الاحتقان بيؤدي للنفس بيبقى مش كويس او ريحه البق مش كويسه، فانا ما بحبش حد يتضايق مني يعني. بس احنا مش في رمضان، مش في صيام، فالامر مش مقبول يعني. فالمهم خدت البانه اللي هي الكولوريتس دي اللي بتحوش الرايح يعني بتاعت الفم وكده. انا طبيعتي ما باكلش اللبان، يعني طبيعتي ما باكلش اللبان. فالمهم كلتها ونسيتها ببوجي، نسيتها. رحت الجامعه ودخلت للدكتور واتكلم معاه. فاللبانه ببوجي انا ما بتكلمش ما بتندخش بيها، ما بحركش بوجي، لا بس هي واضح ان في حاجه ببوجي. فبيقول لي في حاجه ببوجي، قلت له اه. فاتكسفت، رحت واخده اللبانه ورحت رمياها. فبص لي من تحت لفوق قال لي لكل مقام مقال. الكلمه دي انا اكتر من 25 سنه او 30 سنه وهي في دماغي لغايه دلوقتي، وماشيه على المبدا ده هو لغايه دلوقتي. ليه بحكي القصه دي؟ برضه حصل موقف تاني لما كنت في السعوديه بعمل عمره. كان حصل مشكله مع شركه السياحه اللي احنا فيها. فرحنا كان في حاجه اسمها مؤسسه تقريبا. المؤسسه دي لكل شركه زي بتبقى زي كفيل تضمن حقوق المعتمرين او كده. فرحت، فزوجي كان تعبان فراح معاه طبعا. فرحت انا وبنتي كانت صغيره 4 سنين او 5 سنين. فدخل، فجيت انا، راح راجل طلعني بره باسلوب مش كويس كمان، يعني مش هقول لك مثلا بمنتهى الادب، لا، شخط كده شخطه مش كويسه. فانا في ايه؟ انا مش فاهمه، وانا قاعده بعيط ومنهاره، اصلا عندنا مشكله كبيره والمفروض ممكن نترحل كمان من السعوديه بسبب المشكله دي. فالمهم بعد ما خلصنا الموضوع، فالمهم بعد المشكله ما اتحلت وبسال ناس سعوديين، قالوا لا معلش ده هم اصل عشان حضرتك مش منتقبه، فهم تقريبا هناك ما بيقعدوش مع ناس فانا احترمت حته تقاليدهم او عاداتهم او تدينهم، خلاص ما اقولش الناس متشدده عادي. فانا حكيت الموقفين دول ليه بقى؟ عشان الموقف اللي حصل من السيده وزيره الخارجيه الالمانيه اللي تقابلت مع السيد احمد الشرع، اللي هو يعتبر الحاكم المؤقت او القائد الحاكم مؤقتا لسوريا. كل الدنيا مقلوبه طبعا ان هو ما سلمش عليها. طبعا هي بدايه هي ما مدتش ايديها وهو ما مدش ايده، وسلم على ما اعرفش مين المساعد جنبيها معاها، او تقريبا الوزير خارجيه فرنسا اللي كان معاها، سلم عليه وما سلمه، وهي ما مدتش ايديها خلاص وتقبلت الامر. ليه بقى؟ لان هي كانت في المطار خدت الصدمه الاولانيه. هي كانت داخله بقى فاتحه لو رجعتوا الفيديوهات هتلاقوها فاتحه احضانها، عشان عندهم بقى في فرنسا وفي المانيا بيبوسوا بقى الستات الرجاله عادي. يمكن عندهم عيب الراجل يبوس الراجل، يعني عندهم هم هناك عيب الراجل يبوس الراجل. دي معناه ان في علاقه حميميه بينهم، اعوذ بالله، لان طبعا انتوا عارفين ان هم بيدعوا للشواذ والحياه الدياتي والمثليه الجنسيه. فهم عندهم عادي الست تبوس الراجل، لكن الراجل ما يبوس الراجل، العيب. فهي كانت داخله بالاحضان على الوزراء في المطار. فهم اتفاجئوا، يعني دول صدوها فعلا علانيه كده، اتفاجئت كده وخدت الصدمه. فلما راحت قابلت القائد طبعا خلاص كانت فهمت الموضوع ايه بالظبط. طيب لما رجعنا الصحف الالمانيه والدنيا مقلوبه هناك برضو والاراء منشقه برضو، والاعلام المصري برضو بيطبل كالعاده برضو. ليه؟ المفروض كان بروتوكول ولازم يسلم عليها. لا يا سيدي، مش بروتوكول، دي حياه. انا رايحه ضيفه عند حد، انا احترم تقاليد وعادات البلاد اللي رايحه اخد. المفروض انا كمسؤوله ابقى دارسه وعارفه، وهي دارسه وعارفه، هي عارفه رايحه تقابل ناس ملتزمين متدينين. هي رايحه حاطه ابره كده وعايزه تظهر احمد الشرع قدام العالم كله ان دي جماعات ارهابيه متشدده، حتى بدليل ان اقل شيء اللي هم يعني عايزين يظهروا قدام العالم كله ان بصوا شوفوا هم ادي الحكام الجداد بتوع سوريا ناس متشدده وناس ارهابيه واحنا مش هندعمها. ان شاء الله ما دعمتهم غرف 60 ده، مين اللي طلب منك انك انت تدعميهم؟ مين اللي طلب منك؟ انتوا جايين تصطادوا يعني الناس، يعني بلد متدمره وعايزه اللي يساعدها. هو الراجل ما شاء الله عليه، يعني كل لقاءاتهم وزير الخارجيه كل لقاءاته بيلهث انه يعمل علاقات دبلوماسيه مش اكتر، علاقات للتعاون سواء سياسي او اقتصادي. ما جاش حد شحتني ولا حد يديني ولا طلب من اي حد مساعدات ماديه نهائي. الناس دي انا عاشرت الناس السوريين في مصر ما شاء الله عندهم كرامه فوق الوصف، وناس عمليين جدا جدا فوق ما تتخيلوا. لا تقولوا بقى منايفه ولا غير منايفه بتوعات مصر، لا لا لا، الناس دي حاجه تانية بقى، باحترام وبادب. ناس عمليين فعلا، في اي حته بيروحوا بيستروا وبيسدوا، ما يمدوش ايديهم لحد النهايه، وعندهم كرامه فوق الوصف. هم ما طلبوش مساعدات من اي دوله اجنبيه. انتوا اللي جايين عايزين تلزقوا التهم بالاسلاميين، برضه مصرين ان كنتوا تبينوا الاسلاميين دول ناس متوحشين وناس ولا لابسالي اللي معرفش واقي من الرصاص. وانت ايه؟ انت حته وزيره خارجيه،
والخطأ الوحيد على احمد شرع انه ما كانش استقبلها. انا لما اذكر زمان كان الله يرحمه ياسر عرفات كان رئيس دوله اهو ماشي، كان حسني مبارك بيبعت له وزير يستقبله في المطار، مع ان كده عيب، ده بروتوكول المفروض رئيس يستقبل رئيس. فانت كانت قيمتك اقل وزير في الحكومه الجديده دهيت ان هو اللي استقبلك مش رئيس، يعني هو عمل لك قيمه واحترمك وفي منتهى الذوق وفي منتهى الادب. يا ست احترمي عادات، اعتبريها عادات وتقاليد مش حياه دينيه كمان بتاعه الراجل ده، اعتبريها عادات وتقاليد عندهم في سوريا ودوله عربيه، وانت اكيد دارسه وعارفه وفاهمه وقبل ما تيجي وعارفه الموضوع بالظبط ايه، بس انت متعمده انك انت توجعيه في مشكله. وده راجل مش هيهزله شعره من شعر راسه، يعني مش فارقه بالنسبه له انه عملها مع بنت بلده نفسها، هو عملها مع بنت من بنات سوريا، والبنت في منتهى الاخلاق وفي منتهى الادب طلعت ردت وجت بالعكس. انا راعيت ان هو غيرته على بنات سوريا ان يبقوا شايفين. زي ما قلت البنت السوريه طلعت وضحت قالت هو راجل كلمني بمنتهى الذوق وبمنتهى الادب، ما فيش تشدد ودي حريته وانا احترمت رغبته. انت ما بيفرضش عليك انك انت، طب انت لبسك، طب نيجي بقى لحته اللبس اللي كل الالمان قلبين على الوزيره دي، اللبس بتاعها اللبس اللي كاجوال لابساه ده اهو، ده لبس كاجوال يا حبيبتي، تكوني رايحه بيه طلوعه كده بعد الظهر مع اصحابك رايحه النادي. مش لو هنتكلم بقى على البروتوكول بقى، لو هنتكلم على البروتوكول بقى والاصول الدوليه والسياسيه تبقي لابسه لبس غير كده خالص. هو راجل احترم رغبتك مع انك انت جايه مبيته النيه زي ما قلت كذا مره، ده مش مجرد، ده مش ممكن يكون لبس وزيره ده اهو، مش ممكن. هي جايه تستفزهم وتظهرهم قدام العالم ان هم ناس ارهابيين. انت تحترمي اهل البلد اللي انت رايحاها اهلا وسهلا، ما تحترمهاش بالف سلامه انت وغيرك، لكن ما تجيش تهددي وللاسف اللي انكشف بعد كده في الصحف الالمانيه ان هي كانت متفقه مع وزير فرنسا ان هو لو احمد الشرع سلم علينا، يعني هي مبيته ان ده دليل ان هي مبيته ان هي فعلا متعمده، هي متعمده ان هي تظهره بالشكل ده. متفقه هي ورئيس فرنسا لو سلم علينا هنسلم احنا الاثنين، ما سلمش مش هنسلم احنا الاثنين، بس اتحرج بتاع فرنسا لما احمد الشرع مد ايده وراح يسلم عليه هو الثاني، وتحس ان هو برده بيسلم من غير نفس كده من طراطيف صابعه برده الثاني. مساعده ايه؟ وما طلبش منكم مساعده، بالسلامه بالف سلامه. هتحترمني وتحترم بلادي وتقاليدي وعاداتي. طب ما انتوا عندكم في بلادكم مثلا بتدعوا للمثليه الجنسيه، بتقول دي حريه شخصيه. انتوا فكرتوني في مصر برضو اللي حصل عندنا برضو في مصر، بيحاربوا النقاب برضو والحجاب ويقولوا لا انا من حقي ان انا ما اقعدش في مكان واحد او اخش المطار يبقى واحده راكبه جنبيا في الطياره واحده منقبه ما اعرفهاش من هي، وفي نفس الوقت بيقولوا لا العري عادي دي حريه شخصيه. طب ما انت دي حريه شخصيه زي الحريه الشخصيه. والناس تبني نفسهم، والزمن ان شاء الله كفيل باذن الله يداوي جراحهم ويداوي اللي حصل فيهم. يا رب ننتقم من كل حاكم ظالم يسيب بلده متدمره زي ما احنا كده ادينا 15 سنه. كنا اولى، كان زماننا طلعنا القمر دلوقتي لو كانت العمليه الانتخابيه مشيت بشكل سلس وبشكل ديمقراطي، كان كل حاكم يجي نديله فرصته ياخد 4 سنين، مع اختلافنا معاه بقى في الايديولوجيه بتاعته، مع الافكار بتاعته، اسلامي غير اسلامي، يهودي، عفريت ازرق. الامور كانت تنتقل بشكل سلمي من واحد لواحد ونديله فرصته، ويفشل او ينجح نسقف له، يفشل خلاص يتشال بالراحه وبالادب. لكن لا، الطمع اللي في الدول العربيه بتاعتنا، اديكوا شايفين بشار ثابت ده ما سابش البلد غير وهي خربانه متدمره، لا جيش ولا غيره ولا اي حاجه، ممسوحه باستيكه. احنا في الجيش بتاعنا موجود، وحسبي الله ونعم الوكيل. وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يقف مع السوريين باذن الله كده في محنتهم ويعدي على خير ويكفيهم شر البلاوي والمصايب اللي بتحاك بيهم.